السلام عليكم أخوتي، اليوم جيناكم بقصة جميلة وبيها من العبر كثير، وإن شاء الله أنها تنال إعجابكم. ولا تنسونا من الاشتراك ودعمكم لهذا القناة، لأني والله ما تعرفون إيش قد يفيدنا هذا الشيء. بيك هالرجال ساكن، هالرجال بتعرف هالعرب، يعني رجال مو هو فارس ولا هو خيال، رجال يعني عايش بتعرف هالعرب على قد حاله. في يوم من الأيام جاهم غزو وفزع معها العالم الفزعة، تدافع عن حالها وتدافع عن حلالها، واشتل الرجال. فلما مات الرجال ظلت وراه زوجته، وعنده ولد منها وحيد اسمه حسين. فهنا زوجته شالت حالها وراحت يم أهلها وقعدت عند أهلها، لأني جماعة يعني لما توفى زلمتها ما عافلها وراه شي ولا عندهم شي. فهنا راحت وقعدت يم أهلها وبدأت تربي هذا صبي. الصبي صار عمره 4 سنوات، فتقدم لها مين؟ ابن عمها، بده يتزوجها، وتقدم لها الزوجة الثانية، فوافقت وتزوجت ابن عمها، ولكن الصبي بدها إياه إنها تربيه عندها. فهنا ابن عمها تزوجها على سنة الله ورسوله، والأمور كانت عوافي. بس هنا النزاعها عليهم أصبي عمره بال4 سنوات، كل ما تقعد هي وياه يعني عد ما يعني يستانسون مع بعضهم ويقعدون وشي يطلع أصبي عليهم أو يقعد أصبي عليهم. فهنا أزلمة مرة على مرة قام يتضايق من أصبي ميكن، يعني كل ما يكونون قاعدين وحدهم وينك ومتهرجين مع بعضهم متوانسين، يقعد أصبي أو يجيهم أصبي فينزع السهرة عليهم. فهنا الرجال مرة مرتين ثلاث 10 بدأ يتضايق من هالولد يعني، ولكن الولد ماله حدا، ومجبور انه هالولد يظل حوالي امه. وقام الرجال يضحك على هصبي. فهنا مرة على مرة يعني حتى الام قامت تتضايق من ابنها، قامت الام تتضايق من ابنها زادين بنفس الوقت. يعني الصبي صار عليه ضغوطات، يعني رجل امه مو رايده، وامه بنفس الوقت صارت تتضايق. يعني الوضع صار يعني وضع مأساوي صار عليه. فهنا صبي عاش بهالظلم من عمر 4 سنين إلى ما صار عمره 14 سنة. فهذا رجل أمه يسرحه مع الرعيان، يعني نهار ياكل نهارين ما ياكل، يعني الصبي بحالة يرثى له. هنا الصبي صار عمره بال14 سنة. في يوم من الأيام جاء على البيت ولقى الأكل محطوط، وشاله لما عبى بطنه شبع. فهنا لما عبى بطنه والدنيا ظهر والجو حر، هو قاعد بهالفيان، فانسدح هيك على ظهره وقال بدي انام. فهنا الرجال الصبي هذا حسين نام، وهو نايم ما شاف الا امه جت عليه وشالته وهو نايم. فكانت امه يعني مرة متعافية للشه، شالته وقامت تضربه. فهنا حسين يعني ضعيف الحال ميكن، يعني هو الصبي يعني طويل ولشه بس، ولكن ضعيف من الجوع من الهم من الشيء اللي عليه، يعني حاله حيل يعني ضعيف. فهنا لما امه رفعته من الفراش وبدت تضرب بيه وتقول له طالع الذهب. اعوذ بالله، اين ذهب يا امي؟ وانها تقول له انا مباقي لي اسوارات وجيت على البيت تو ما لقيتن فقدتهن، وانت اللي كنت بالبيت وانت اللي بقت الذهب. فقالها يا امي والله اني ما شلت شي، والله اني ما قرب شي على شي، والله يا يما اني ربيتك مالي من هالشي هذا. فالام ما اقتنعت وبدت تضرب بيه يعني بحيل. فبفوتت مين؟ بفوتت رجلها اللي هو ابن عمها. فلما فات قال ليش عم تضربينه؟ فقالت له فقدت سواراتي وهو اللي باقهن، حسين اللي باقهن ما بغيره. فهنا أزلمها ذاك كان قلبه مليان على حسين، يعني قلبه مليان عليه من عدة شغلات منه صغير، نازع أم الشغل عليه. فهنا مسك الصبي وقام يضربه، قام يضربه وصبي يتيم وضعيف. المهم قام يضربه إلى ما ورم وجهه، عيونه هذن ورمن ما عاد يشوف بيهن، إذنه ورمت. فهنا الصبي يعني استوى خالص،
وقع بالقاع. فهنا عافه وطلع من البيت، يعني ضرب مو مشان الاسوارات، مشان يعني قلبه معبي عليه من قبل. فهنا ايش بده يسوي؟ قعد حسين بالبيت، جابهم اكل شلة، وما حطوا له اكل الرجال ما يقدر يسوي شيء خالص. فهنا قعد اول نهار، ثاني نهار، ثالث نهار، بدأ عيونه يفتحن شوي شوي، بدأ يشوف شوي شوي. يعني هنا عيونه كانوا مرمات ميكن، بدأ شوية الورم يخف عليه. فهنا ايش بده يسوي؟ المهم قعد بالبيت حول الأربعة أيام. نهار الخامس قام يشوف حسين نظامي، فحسين قرر إنه يعيف الديرة خالص ويهج منها. فهنا حلف يمين إنه ما عاد يظل بالديرة هاي خالص، ولا عاد يرجع لها إذا إيش من صار معه. فقام حسين الضحى لسه عوينك الرعيان مي قاعدة، وقام وراح على تنكة التمر، وجاب له شي عبى بيه تمر، وراح قام يدور على شي عبي بيه مي، ولكن ما لقى. المهم جاء على البيت وبدأ يشرب مي، شرب مي لمن عبى مي مظبوط. المهم وعاف البيت وقام يمشي بهالبرية. وين يمشي مو عرفان، وين يمشي هو مو عرفان أصلا. طبعا هاي القصة حصلت في البادية السورية. المهم وبدأ يمشي الرجال، الصبي هذا قام يمشي، وهو ماشي لما صارت عليه الساعة هنا 9. المهم الجو قام يحر عليه، قام ياكل من هالتمر. والتمر تعرفون اللي ياكل تمر يعطش، بده مي، يعني يشرب مع ورا التمر مي، ومي ما عنده. المهم بدأ ياكل. المهم من الساعة 9 صارت الساعة 10 عليه، صارت الساعة 12، صارت الدنيا عز الشمس هين. فهنا ايش بده يسوي؟ شاف زجرة من بعيد هو، فبدأ يمشي باتجاه هذه الزجرة. المهم مشى إلى ما وصل هاي الزجرة. فلما وصل جواها وقعد هيك وتعبان، فدحق بعد الزجرة بشوي، يعني تقول حول 200 متر، فشاف حجر، والحجر مصفوف حوالي بعضه. فقال والله أتوقع أنه هناك بمي. فقام الرجال حسين وراح يركض الصبي باتجاه الحجر. لما وصل انه بير، وبيه مي، وبيه دلو، وبيه حبل، يعني بس طالع مي واشرب. فهنا مسك وقام ينشل مي من هالجب ويشرب. قام يطالع بالمي يشرب، بعدين قام يطالع مي ويكت على حاله مي. المهم قام يكت على حاله لما برد عليه الوضع. فهنا رجع جوز جرى. هنا الساعة كانت وحدة بشوي، وحدة وشوي، وشرى تمر وشرب مي أمور عوافي. فهنا هو هنا تعب ميكن يعني من المشي. فهنا انسدح ونام. نام تقريبا حول الساعة 2 الظهر، نام وخذته النومة. المهم هو نايم حس على الصوت حواليه، بي صوت حسفة حواليه، بي صوت يعني. قام فتح عيونه ان الدنيا نص ليل، ان النهار هذا من الظهر ورا نايم لما صارت الدنيا نص ليل. فقام وتعربش فوق الشجرة ونام فوق الشجرة، ظل قاعد. ولكن يضحك حوالي الجب مطرح ما يشرب مي، بي مثل الخيال، بي مثل الهيج يعني، وصوات من هناك. فهنا هو ظل قاعد فوق الشجرة إلى ما أطلع عليه الضوء. لما طلع عليه الضوء فنزل وقام يناظر ويضحك حوالي الجب. فشاف ذيب حوالي الجب، والذيب منسدح، ولكن الذيب ما جاي يتحرك خالص. فكسر عود من الشجرة، عصا كسرها ومشى باتجاه الذيب، ولكن خايف متوقي. لما وصل حول الذيب دق الذيب، قلب الذيب ان الذيب ميت. فضحك لي غاد وانه شايف حية، وحية اللهم عافينا حية كبيرة زادين، وانها الحية زادين ميتة. اتاري هذه الحية ساكنة بالجب. فلما صارت الدنيا ليل هنا طلعت الحية وكانت رايحة باتجاه حسين مشان تضرب حسين تلدغه. وبجية الذيب زادين شاف حسين لحاله بهالبر، وبجية الذيب زاد عليه بده يهوش على حسين، ولكن قطع عليه الدرب على الذيب، قطع عليه الحية، قطعت الدرب على الذيب، وبنفس الوقت الذيب قطع الدرب على الحية، وتهاوشن بين بعضهم
وانهن اثنين ميتات. فقام حسين شال التمر اللي عنده وراح ومشى كمل طريقه. والله هين مشى 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 زادين الضحى، ظل يمشي إلى ما صارت الدنيا عليه تقريبا ب 12 وحدة إلا. هو ماشي صار براس تلة ضحك وإني يشوف نياق ونياق سارحات أبو معناته بيهين عالم والله، وينكت وينحر صوب نياق. والله لما جا صوب نياق وإنها هالبنية سارحة بهنياق. المهم مرحبا قالت له اهلين وسهلين، وانه يقولها عندك ميه يا خيا؟ قالت له ابشر بالمي. والله وقلط على البنيه وشرب بالمي وتريح شويه. وقام يسالها وقام يقولها اني رجال قاعد ادور شغل وادور عمل. هنا هي ضحكت على حسين، لقيته يعني بوضع يعني مبين عليه مضروب ومبين عليه ضعيف الحال ومبين على هدومه. قالت له انت شنو قصتك من اين عرب؟ قال انا من بلاد الله الواسعة. ما حب يعلمها، فلحت عليه كثير قالها لا انا من بلاد الله الواسعة. فالمهم قالها ما عندكم شغل، ما عندكم قناة اسرح بيها، تريدوني اسرح بهالبل؟ فقالت له لا والله احنا عندنا هالبل جعل انا اسرح بيهن، وابوي زلمة كبير قاعد بهالبيت. ايه والله. فقالها ما تدليني على حدا، اقصد حدا. وانها تقول له اقصد العرب على رجال ينقال له عيسى، رجال اسمه عيسى، انكس على العرب وبإذن الله تروح عند هالرجال. الرجال اجودي ورجال زين ورجال بإذن الله ما يدشرك. فهنا قالها الديرة بعيدة من هين، قالت له يعني عقولاتهم شلفة حصى. فهنا هي شلفة حصى يعني حدود 10 كيلو، هاي أكيد يعني عندهم إياها هم أولي. فالرجال توجه باتجاه الديرة ومشى. والله ظال يمشي إلى ما صارت الدنيا عليه عصر. كان موصل، فوصل فات على هالديرة، سأل على بيت عيسى، بيت عيسى. فقالوا له هذا بيت عيسى. عيسى ينقال له أبو وضحى. فقام يسأل الرجال على عيسى أبو وضحى، عيسى أبو وضحى. لما قالوا له هذا بيت عيسى أبو وضحى، وراح ونحر الرجال ووصل يمه وفات. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله وقام هالرجال تلقاه وقعد قال لهم اريد ميه. والله شربوه المي وشربوه اللبن. فالرجال ابو وضحى ضحك عليه، يعني لقى هالصبي هذا بحاله يرثى لها. قال له وش انت يا ابني وشنو حاجتك شنو سالفتك؟ قال له والله اني ادور شغل. منين انت؟ منين عروبة؟ قال له اني من بلاد الله الواسعة. ما حب يعلمه. فهنا لما هو عاف البنية وجاء نحر الرجال هذا، المهم ما وصل البيت الا تلفان لما وصل هالبيت. ففات المهم وشرى التمر وشرب اللبن واموره زينه. فقال له انا يا رجال اريد اترزق الله ادور شغل. فالرجال يعني حن عليه ابو وضحى وقال له تبشر ان شاء الله ان نلقى لك شغل وان شاء الله انك تشتغل. الرجال ابو وضحى عنده 3 بنيات بس، وال3 بنيات مزوجهن وقاعد لحاله حد زوجته ميته. فالرجال ابو وضحى حبه لحسين، يعني من شافه حبه. فقال له تبشر، وقعد يمه يعني حول ال3 ايام عند ابو وضحى. فالرجال ابو وضحى قال له عندي حلال تسرح بالحلال؟ قال له اسرح. فرجع قال له لا انت ما خليك تسرح بالحلال، خيو انت هين بهالبيت تسوي لي القهوه تنقل لي هالحطب وعلى هذا مثله بس هاي سالفتك، تظل قبال عيني تعيني. فقال له تبشر يا عمي اجرتي بس اطعمني وشربني. قال له لا ان شاء الله لمن يحول الحول عليك ان شاء الله ان ما نقصر معك. فهنا الرجال بدأ يجيب الحطب وبدأ يسوى القهوة بالبيت. فهنا لما يروح ينقل المي ويجيب الحطب بيدرب، الدرب مركوب يعني رايح جاي عليه عالم. فيوم من الأيام هو رايح يجيب المي ولا يلاقي تشيس على هالدرب. شال التشيس ضحك وان يلقى بتشيس 100 ليرة ذهب. أعوذ بالله، وشنو هذا؟ وانه الليرات ذهب. ايش بده يسوي بيهن؟ وكان رجال حسين حطهن جوا محزمه ولفن مشان ما يخشخشن او يطلعن اي صوت.
ولفن بالمحزم وما جاب سيرة لحدا. فلما جاء على البيت وقعد مع الرجال وقام بيقول له بهين درب، اشوف ناس رايحة ناس جاية عليه. قال له ايه والله هذا الدرب، الناس تروح هنا المدينة قريبة علينا، تروح على المدينة تغرض تعدي يعني منها الدرب، اللي رايح يشتري اغراض اول مشتري اغراض وراد على عربه هذا الدرب يعدون منه يعني. فقال له ايوه، فقال له انت يا عمي ما تروح؟ قال له قال لا انا ما فوت اسبوع الا اصل المدينة وافوت عليها وبيها سوق كبير، يعني افوت اتغرض منه واشتري بيه وابيع بنفس الوقت، اخذ من الحلال ابيعه واشتري شوية غرض للعرب. قال له ايوه. قال له يا عمي تكفى اريدك رحت تاخذني معاك. فقال له تبشر. قام هنا قال له يا عمي ابو وضحى اريد اقول لك على شيء، انا لقيت قرض واريدك تصيح عليه. اللي رحت على المدينة اللي رحنا مع بعضنا اريدك تصيح على هالقرض اللي ضايع له شيء يجي علي. فقال له شنو لقيت انت؟ قال له ما اقول يا عمي. المهم عجز غلب بيه الصبي ما قال له. هنا الصبي خذ كيس لما وصل البيت وراح على خيمته. هنا الرجال ابو وضحى بنى له خيمة قريبة منه، فخذها كيس وحفر بالخيمة ودمه. فنزلوا مع جاء الاسبوع ونزلوا هو وابو وضحى على المدينة. فبي ساحة هيك بالمدينة تتجمع بيها العالم. فطلع هذا ابو وضحى وصاح يا ناس اللي ضايع له شيء ترى احنا لقينا قرض يجيب شنو هو القرض يجي يقولنا عليه وان هو ياخذه. فطلعت ناس، هذا قام يصيح انا مضيع نعجة، هذا قام يصيح مضيع ليرة الذهب، هذا المهم كل من قام يقول شيء ولكن ما حدا قال انه انا مضيع 100 ليرة ذهب. فجمع البيت والله راحت السالفة لمدة ثاني اسبوع رد مصاحب بين العالم، ثالث اسبوع رد مصاحب بين العالم، فما بأي اثر. فهنا ابو وضحى تاجر، يعني تاجر معروف بين العالم غاد، معروف بالمدينة ومعروف بين ربعه الرجال تاجر، والرجال صادق وأمين من كل الجهات. فهين إيش بدهم يسوون؟ فهنا قال له يا عمي إيش نسوي؟ أنا لقيت. قال له شنش لقيت بس قل لي. قال له أنا لقيت ذهب. إيش قد الذهب؟ قال له ما أقول إيش قد الذهب ولكن لقيت ذهب. فقال له بي فلان من الناس رجال دين وامشي تروح عليه خله يفدي لك إياها. فراحم عليه وقال له يا عم أنا لقيت ذهب وزعنا عليهن واليوم السالفة ليها تقريبا 3 أسابيع وما حدا جاء عليهن خالص. فالرجال فداها من عنده وقال له ما تتصرف بيهن بعد عام كامل، تيحول الحول عليهن عندك، إن ما حد سأل عليهن اتصرف بيهن وإن شاء الله إنه يكون حر مالك، تيحول الحول عليك. فقال له إن شاء الله. فهنا الصبي حسين بدأ يشتغل عند أبو وضحى ويخدم أبو وضحى، وأبو وضحى كان له أب، وبنفس الوقت أبو وضحى كان يضحك على حسين بحسبة ولده. خلاص أنا هذا ابني يعتبره يعني، وغالي عليه غالي عليه ميكن. حسين غالي على أبو وضحى وهذاك بنفس الوقت يغليه، يعني هذا لقى أب وهذا لقى ابن. فين إيش بدهم يسوون؟ إيش بدهم يسوون؟ وبدهم يشتغلون ويروح معاه على المدينة ويجي من المدينة معاه إلى ما حال عليه الحول. فبعد ما حال عليه الحول فراح حسين وحفر وطالع من 100 ليرة الذهب طالع منهن 30 ليرة. فجاء عليه فقال له يا عمي أنا عندي 30 ليرة الذهب من الرجال اللي مفدانا إياها، وقال يحول عليك الحول وهذا حال علينا الحول. فقال له ايش قد؟ قال له 30 ليرة الذهب. قال له ما شاء الله هذه ثروة. فلون قايل له 100 ليرة الذهب؟ هذا يعتبر كنز بهذيك الأيام. فقال له ايش تشتغل بيهن؟ ايش بدك تشتغل بيهن؟ قال له يا عمي اريد اتاجر معاك بالحلال واريد اشتغل حواليك واظل حواليك. فالرجال هنا انبسط وقال له تكرم وان شاء الله اني انا ما ادشرك، وهذاك قال له اني زاد ما ادشرك، بدنا نظل مع بعضنا. فهنا قام ينزلون على السوق، وهنا بهالسنة هاي عقد ما نزل على السوق يعني خذ فكرة عن التجارة، ولما نزل ومعاه المال ومن زمان هو ماخذ فكرة بدأ يشتري بالسوق وبدأ يبيع
والمهم وشوي شوي قامت تتطور معاه الأمور. هنا الرجال حسين عمره صار 15 سنة، يعني من عمره 15 سنة فات بالتجارة، والله انطاه هاللقوة اللي لقاها، هالذهب اللي لقاه. فقام يشتري ويبيع، قام يشتري ويبيع إلى ما صار عمره 20 سنة. صار عنده إبل، صار عنده حلال، صار عنده عالم ترعاله بالحلال، وبيته كتر بيت أبو وضحى، وقاعدين هو أبو وضحى على طول، وأموره عواقفي. فهنا نهار انه يقول له يا عم ابو وضحى اريد اقول لك على شيء. قال له بي لما جيتك اني فلان بفلان مطرح لقيت ابل سارحة وبي بنية سارحة بالابل. قال له ايه والله هذا بيت فلان من الناس. قال له تكفى يا عم ابو وضحى اريد اخطب بنته. قال له شنو؟ قال له ايه والله اريد اخطب بنته. فقال له هاي الساعة المباركة نروح ونخطب، وان شاء الله انها تكون من نصيبك. بس يا ابني يا حسين انت هين عمرك بس 19 سنة، والبنية عمرها حول 23 سنة، يعني البنية اكبر منك. فقال له ايش علي يا عمي وما يأثر هالشي، واني الرجال اريد اخطب هالبنية. فقال له تبشر. فقام ابو وضحى وثاني نهار راح هو وحسين وراحهم باتجاه ابا البنية. فلما راحهم وفاتم وقعدهم عند ابا البنية، السلام عليكم. وعليكم السلام. وفاتم وقعدهم، وانه يقول له ابو وضحى، وابو وضحى رجال يعني ما يرد عن طلب، يعني رجال كريم معطي دين، رجال يعني تشهد له العرب كلها، يعني فارس يعني، ونافع قرايبه ونافع عالمه. فين ايش بده يسوي؟ فقالوا احنا جايينك نخطب بنتك الهالرجال ولدنا حسين. وانه يقول له ان شاء الله اني اشاور بنتي، وان شاء الله هذه الساعة المباركة لما تجي انت يا ابو وضحى وتخطب، يعني لون انت مو زلمت زين انت ما تجيبه علينا. فقال له ان شاء الله، وقال له اريدك ترد لي خبر. قال له ان شاء الله عقب اسبوع يصلك الخبر. فقال له ان شاء الله. فهنا طلع من بيت اول بنية حسين، وطلع ابو وضحى معاه. قام قال له يا عم ابو وضحى اريدك تمشي قدامي، تسري قدامي على العرب، اريد اغط عنك شوية واجيك. فهنا قام يضحك ابو وضحى، عرف حسين بده يروح حسين يم البنية شوية يتعلل ويجي. فراح حسين ركب الفرس وراح صوب البنية. انها البنية سارحة بهاللبل زادين، الدنيا قبل العصر للساحة. جاء عليها السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك مية خيا؟ قالت له تبشر هاي المي. والله وكان جابتها المي انطته أزقته. فقالها عرفتيني؟ قالت له لا والله ما عرفتك. وقالها أنا فلان لما جيتك نوبة وسألتك ونشدتك أريد شغل على شغل، وقلت لي تروح على بيت أبو وضحى، عيسى أبو وضحى، ورحت يمه. وقالت له ايه انت فلان؟ قالها ايه فلان. ضحكت عليه ما شاء الله، انها الصحة، انها الجسم صاير، انها الوجه صاير وينك عريض، يعني هنا بعد ما الله انعم عليه وقام ياكل اشكال والوان، انها تقول له ما شاء الله وضعك وحالك كله متغير. وانه يقولها ايه والله ولكن انا جايك وقاصدك بخدمة. كان تقول له تبشر، وانه إن اقدر عليها تبشر بالله، وانه يقولها تقدرين بعون الله. شو تريد؟ وانه يقولها انا جيت يا ابوك، اني وعم ابو وضحى جينا بطلب وعدينا سالفتنا لابوك، واريدك تعينيني على ابوك. اريدش اللي رحت يم البيت وعرفت السالفة تعينيني على ابوك وتساعديني بطلبي اللي طلبته من ابوك. المهم لحت عليه ايش طلبت شنو اطلبك، فما علمها. قال هات تلقين اطلبي بالبيت يا ابوك. فهنا غضب الرجال ورد عند عمو ابو وضحى وكملوا مسيرهم، وصلهم بيتهم وقعدهم. فين حسين قعد على حر من الجمر، كل نهار يعدي عليه كأني بسنة، اريد بس الخبر. هنا البنية فتكم بالحكي، البنية يعني قبل ما يصير المغرب وجهت هنياق على البيت ونكست صوب اهلها.
فلما جت على البيت ابوها ضحك استغرب، يا الله انياك جن بكير اليوم. فلما جت وفاتت البنية على البيت بنته، وقعدت وشلونك يا ياب، وقعدت وتشلت. قالت له، قام الزلمة يتلفت انه بيه شي يعني انت جت بكير. فقالت له ياب انه انا اليوم حسيت هيك حالي شوي تعبان ويعني وجيت شوي بكير. فقالها لا لا ليش عليه، ومليح انك جيتي بكير بموضوع ابي اقول لك اياه. فقالت له قول يا ابوي. فقالها جاني عمك ابو وضحة ومعاه رجال ينقال له حسين. هنا البنية صفنت، جاها الجواب لحاله والله وجم وخطبوش لحسين. قالت له شنو؟ قالها جم وخطبوش لحسين، ويلون حسين مو زلمتن زين. ما كان عمك ابو وضحة حط ايده بالموضوع وجاب الرجال اللي عندنا تا يخطبك. فالبنية قالت له ايه قالها شبيش كأني بي بثمج حكي. فقالت له والله جاني الصبي نفسه وقال ابي منك طلب، وقلت له ابشر ان شاء اقدر عليه. وقلت له وقال لي تقدرين عليه، ولكن عجزت وغلبت مع اني اخذ الجواب منه. وما قال لي القصة والسالفة عند ابوك، وبيش لما تروحين على البيت تساعديني على ابوك بيها. فقام يضحك الرجال وقالها والله هذا صار يا بنتي. فقالت للبنية مزال هيك يا ياب انا موافق. فوافقت البنية زادين عليه. البنية زاد امها ميتة وربيانة هي وابوها لحالهم. فهنا لما رادت تتزوج البنية، ولكن سرست بأبوها وخايفة على أبوها إنه أبوي شلون يضل لحاله والإبل عنده. فردت سكتت وخذت حسبي الله ونعم الوكيل. المهم عقب أسبوع رد مع الرجال، وأول ما راح مع الرجال أبو وضحة وحسين، وأول ما فاتم على البيت الرجال قام يأهل ويسهل بهم. ولكن من عرفهم من شافهم الرجال جاي يأهل ويسهل زيادة، عرفهم جوابهم وعرفهم إن الأمور تمت يعني. قام الرجال قال لهم انطيتكم اذا الله انطاكم على سنة الله ورسوله. فقضبم العجد وحسين زف عروسته على بيته. فهنا طلب من عمه ابو وضحى قال له اريد ابني بيتي، ترى يم بيتك النوبي يا عم ابو وضحى وظل يمك، وانا بحسبة ولدك وهذه بحسبة بنتك. فهنا ابو وضحى فرح ميكن لاني ما عنده ولاد، وجاء حسين جاء عليه حسين كأنه ولده، وهو حسين بنفس الوقت يحس انه هذا كأنه ابوه. هنا حسين عمره تقريبا ب 19 سنة، وهذيك حرمته اللي خذاها البنية حرمته عمرها ب 23 سنة. فتزوجهم وتم الزواج والامور زينة، وحسين الله رازقه بهالمال والحلال عنده واموره فوق الريح. فهنا بعد ما تزوج فالحرمة يعني ظل دوم متضايقة ودوم. فقالها حسين ايش اللي مضايقك، ايش صاير معك؟ فقالت له ابويا يعني اظل ادحق على ابوي من بعيد، اشوف الابل سارحة حوالي البيت ما يقدر يبعد بيها، ابوي رجال كبير. فقالها ايش عليه، احنا نروح نجيب ابوك ليه عندنا هنا يقعد يمنا، والابل تسرح مع حلالي. زاد هو عنده ابل تسرح مع حلالي، وانا خلي الرعيان اللي عندي تدحق عليها. فهنا فرحت زوجته ميكن يعني كانت طايرة من الفرح. فراح حسين وجاب ابوها زادين وحطوا يمها. فصار عنده عمه ابو وضحة وصار عنده ابو حرمته بنفس الوقت، صاروا اثنين يمه، والحلال كله سارح سوا، والامور عنده عوافي ومو ناقصه اي شيء. فخلف من حرمته حسين، خلف من حرمته وليد زادين الحمد لله. في يوم من الايام قام يقعد ويصفن ويتذكر امه. المهم قامت تضحك عليه حرمته تقول له شبيك، يقول لها ما بشي. قام يصفن ويتذكر امه يتذكر امه. هنا صار لهم فارق امه تقريبا شي 6 سنين. في يوم من الايام ايش بده يسوي حسين؟ فراح وخذ معاه 3 نوق على المدينة، ويحمل النوق كلهن شي سمن شي وينك يعني برغل من جميع الطحين. فقام
حمل النوق يعني لدرجة أدوب يمشي، وثقل عليهم بالحمل. فهنا جاب هنا الثلاث نوق محملات وقايدات بعضهن، وهو قايد الأولى وراكب فرسه. لما جاء نواة بيته والله ويصيح الواحد من هالرعيان، وانه يقول له تقلب هذن النوق وتعرف العربة الفلانية. قال له ايه؟ قال له يعني العربة الفلانية مسير نهار ونص للنهارين. قال له نعم وعرفها زين. قال له تروح على العربة الفلانية تسأل عن فلانة مرت فلان. قال له ايه؟ قال له ما تسلم الأمانة إلا بيدها. قال له نعم شو اسوي؟ قال له هاي الثلاث نوق محملات الدين أمهن بضاعة وأقراض ومن كل شيء. فهنا قال له هاك وتروح وتسلمها الثلاث نوق هذن، تنزل حمولتهن يمها وتقولها هذن من ابنك حسين. قال له تبشر. وكان يطالع الصرة، والصرة بيها 3 أساور. وقال له هاي الصرة تنطيها إياها بيدها وقولها هذا الذهب اللي بقناه منكم رددناه عداله، رددناه 3 طوق أو 4 طوق، وهذن الأساور اللي بقناهن منكم. قضب الرجال النوق وركب له زاد فرس ومشى وراح باتجاه أم حسين. فلما راح الرجال ظل ماشي إلى ما وصل نواته. المهم بيت فلان مرته فلانة، والله وإنه يقولوا هذاك بيتها، والله ويروح يمها. ولما طلعت عليه يعني من طلعت عليه الرجال ضحك على حالتها بحالة يرثى لها وضرة. وقام ابن عمها زادين يعني يجي يمها نهار يروح يم حرمته الكبيرة 3 أيام، يعني زاد هاجرها لهاي، يعني وضعها وبحالة مبين عليها الفقر وبحالة يرثى لها. فجاب الرجال النوق ال3 نوق ونوخن قدام البيت وبدأ ينزل بالبضاعة. فقالها انت فلانة؟ قالت له نعم. وكان يقولها هذن ابن ابنك حسين. فلما قالها من ابنك حسين قلب مرة ساوي طاحت بالقاع وقامت تبكي. أعوذ بالله. ونيجي عليها يا حرمة وكلي الله، والله أنا ما أعرف حتى واسي حدا. وانها تقول له تكفى أريدك تأخذني عليه. وانه يقولها إن شاء الله. والله وتقوم ما بين شربت مية الحرمة وشوي ارتاحت، والله وطالعة الصرة وينطيها إياه وتفك الصرة بيها 3 أسوارات. وانه يقول هذا دزن حسين ويقول لك الذهب اللي بقناه رددنا عداله 3 طوق، رددناه ورددنا عداله 3 طوق. وانها المهم المرة قامت تبكي زاد النوب، وانها تقول له تكفى اريدك تاخذني عليه وترددني على بيتي، لاني صار عندها ولد من الرجال هذا بدها تروح وترد على بيتها. فقالها ما اقدر يعني اخذك ورددك، والله ما يعني اخذك اقدر اخذك بس ولكن ارددك يعني مو بيدي الا يقول لي يعني ولدك، يعني شغال عند ولدك، يعني ان ولدك قال لي رددها ارددك يعني. فقالت تكفى تكفى الا تاخذني وترددني. قالها ايش علي ان شاء الله. ففضى نزل حمولة النوق وفوتتها الحرمة جوا وارتاح الرجال شوي. وكان المرأة ركبت واحدة من النوق وقوم النوق وركب فرسه ومشى بالحرمة. والله مشى زاد مسير نهارين انه هناك. فبدأ حسين واقف وضايج زادين وضايقة بيه الدنيا ومتفطن امه ومستني الرجال اللي بعثه بالحمولة انه يرد عليه. فدحق من بعيد شاف الرجال راد والله مقبل عليه. فدحق ان النوق ما على ظهرها حمولة، عرف ان الحمولة وصلت. فقام يدحق من بعيد يا الله والله يعني حرمة راكبة فوق الناقة واحدة من هالنوق. فلما جت وصلت الناقة نواته فدحق انها امه. فنوخ الناقة، والناقة قبل يعني تنزل وتنخبى القاع كانت الحرمة حاشة حالها من فوق الناقة وركضت عليه وحضنته وقامت تبكي وتقول له تكفى يا حسين، واني ليش سويت بيك وانت الحظ رددت الاسوارات وتصيح هاي الاسوارات ورددناهن 3 طوق. والله انت بعد ما قبت عنا البيت بنهارين 3 انا عم حركة الصندوق ولقيت الذهب ورا الصندوق، انت ما بقت الذهب، انت من بايق الذهب كنت، وليش ايش تسوي يا ولدي وانت ابن قلبي. فهنا الرجال قام يبكي زاد هو مع امه. المهم وفوتها على بيته وقال هاي حرمتي، وهذا عمي ابو وضحى زاد بحسبة ابوي
هين. فالمهم قعدت معاه وقالت له تكفى يا ابني اريدك ترد على العرب. فقالها يا امي انا حالف يمين اني ما اخش على العرب ولا ارد لها، فان كان بغيتي روحي جيب عيالك وتعالي هين يمي عيشي. فقالت له ما اقدر هين اجي يمك واعيش هين يمك، يعني امي ظابطه هالشي ان ادشر بيتي غاد وعربي. فقالها يا امي تكفين اني على العرب ما ارد، ولكن ان بغيتي هات عيالك وتعايلي هين وعيشي هين معاي. فالام ما رادت وقعدت هين يم ابنها نهارين، وشافت ولد ابنها وشافت ابنها مرة وضعه زين، وقعدت هالنهارين وانها تقول له يا ابني تكفى اريد اصل الصبي اللي جابني الرجال اللي جابني انه يرددني، والله ويصيح عليه وانه يقول رددها، والله ويروح الرجال يرددها. فحسين تطمن على امه وقالها لامه كل راس شهر تصل حمولة نفس اللي وصلتك، يعني تعيشين عيشة عز. ورد درب لها شوي من الحلال لما راح الرجال يوصلها قسم لها من حلاله ودربهن مع امه لاخوته، لاخوته من امه طبعا. فهنا دارت الدنيا عليه ومشيت الامور. في يوم من الايام وهو قاعد هو وابو وضحى وابو حرمته زاد قاعد، وانها الرجال مقبل عليهم فات سلام عليكم السلام، وانه يقولهم اريد عيسى ابو وضحى، وانه يقول لهم انا عيسى ابو وضحى. والله فات الرجال وقعد، والله هنا صار عمرهم هين دارت بيهم سنين، يعني السالفة ليها حول 12 سنة لما لقى الذهب. والله وان هالرجال وانه يقول له تكفى يا ابو وضحى انا خبرت انك بي عندكم قرض لاقينه وتريدون علامته، واني من 12 سنة عالدرب هذا نفسه ضيعت ذهب. فاندار ابو وضحى فقال له نعم وطلبك جاهز، ولكن هالرجال هذا اللي لقاهن انطي علامتهن وخذهن. فاندار عليه قال له انت اللي لقيتن يا ولدي؟ قال له نعم انا اللي لقيتن. فقال له شنو عددهن؟ فقال له عددهن 100 ليرة الذهب. العمى هين ابو وضحى قام يناظر بحسين، 100 ليرة الذهب؟ انت قلت لي 30 ليرة، وطلعت 30 ليرة اللي اشتغلت بيهن. فهنا الرجال حسين قام يضحك وقال له تبشر يا عمي وهذنهن، واستنى ما بين اجيب لك اياهن. والله وكان يقوم حسين ويروح على بيته ويجيب له الذهب وينطيه، قال له هذه امانتك وصلتك. هين كان ابو وضحى مرة مبسوط منه بحيل، مبسوط من حسين على امانته، يعني اللي اداها وشلون حسين بحسبة ولده بنفس الوقت. فهنا الرجال رمى الكيس بينه وبين حسين قال له تكفى يا ولدي اريدك تشيل نصهن تاخذهن. قالوا لا والله ما اخذهن. المهم قال له تكفى يا ولدي قاصدك؟ قال له لا والله ما اخذهن، اني المصاري فعلا ما خليتها مغبية، وهي شو صار معانا ونسألنا في مفدي وبعد ما حال عليها الحول اشتغلت بالمصاري، وهاي الانعام والارزاق كلها بسبب الله، سبب من الله تعالى، ثم سبب مصيرياتك هذنا، يعني غيرت كل احوالي. فالرجال زادين شال ذهبه وتسهل وراح بحال سبيله. وهنا كان ابو وضحى مبسوط من حسين بحيل، يعني حسين بحسبة ولده، وبنفس الوقت حسين يحس ابو وضحى ابوه. هو الصبي طبعا يعني من ربي ما شاف ابوه، من طلع على الدنيا طلع يتيم، ولكن يحس ابو وضحى كأني هذا ابوه. وهاي قصتنا معاكم اليوم اخوتي، وان شاء الله انها تنال اعجابكم، واتمنى انكم ما تنسونا من الاشتراك واللايك دعمكم لهاي القناة مشان نظل مستمرين كل جديد، لاني والله انتم ما تعرفون ايش قد الاشتراك انه ينفعنا ويفيدنا بهاي القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.